لو ابنك كدب عليكي قبل كده، ما تقوليش ابني كداب، قولي أنا عملت إيه خلاه يكدب. استني، قبل ما تزعقي، الحلقة دي هتغير نظرتك تماماً. ابنك بيكدب، بس المفاجأة، الكدب مش صفة، الكدب رد فعل. ليه الطفل بيكدب؟ الطفل ما بيصحاش الصبح يقول أنا هكدب النهاردة، هو بيكدب علشان خايف، اتعاقب قبل كده وهو صادق، بيتقارن بغيره، أو علشان يرضي أهله. جملة قوية، الطفل بيكدب علشان يحمي نفسه، مش علشان يأذيك. أخطر 3 أخطاء بتخلي الطفل يكدب أكتر. أول حاجة، الزعيق أول ما يعترف، التحقيق والضغط، وصفه بالكداب قدام الناس. أول ما تقوليله أنت كداب، هو هيصدقك ويكمل كدب. أعمل إيه لما اكتشف إن ابني كذب؟ أهم حاجة، اهدي، اسأليه سؤال واحد بس، خلاك تخاف تقول الحقيقة ليه؟ أنا مش زعلان إنك غلطت، أنا زعلان إنك خفت تقول الحقيقة. الطريقة الذهبية لتربية طفل صادق: أمان قبل عقاب، حضن قبل نصيحة، تصحيح الغلط بدون إهانة. أنت مش بتربي طفل ما بيغلطش، أنت بتربي طفل يعرف يرجع للصح. لو ابنك بيكذب، ما تخافيش، الخوف الحقيقي إنك ما تسمعيش الرسالة ورا الكذب. قوليلي في الكومنت أكتر موقف كذب تعبك مع ابنك.